حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي يا بنات. من الفيديو اللي فات اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا واخباركم وحشتني والكلام معاكم وحشني والله العظيم. اسفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو بتاع اول الاسبوع، حقكم عليا والله، انا اسفه. يلا بينا ندخل على الفيديو. انا النهارده عملت لكم فيديو حلو قوي. النهارده عملنا فطار سوا طبخنا سوا ونضفنا البلكونه الكبيره ونشرنا وعملنا شويه حاجات حلوين في البيت. فيلا بينا اشارككم الفيديو. اول حاجه، لو الفيديو عجبك اضغطي له لايك واشتركي في القناه بعد اذنك، وقولي لي انت بتتابعيني منين. الحقيقه ما يغركوش الفيديو وما يغركوش، ما تتخدعوش بالمظهر الكذاب ده. انا مش من الامهات اللي بتقوم تعمل فطار الصبح وبتروق على اولادها وكده، لا 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 خالص. والله انا بعترف لكم اهو، لا انا عكس كده بتاتا ابدا. انا بقوم اقعد اجري حوالين نفسي في الشقه كلها لحد ما بخلص اللي ورايا. اللي هو بنقوم سندوتش اي حاجه على السريع وانت واقفه بتطبخي. ايه والله العظيم انا ساعات اصلا بنسى ان انا افطر، ساعات بنسى وبفتكر كده في نص اليوم اللي هو لو جات انا ما فطرتش فعلا، اكل اي حاجه اما اخلص. والله العظيم احنا فعلا مقصرين في حق نفسنا شويه، بس هنعمل ايه؟ هي دي الحياه، نقدرش نعمل اكتر من كده. الحمد لله دي نعمه محدش طايلها، فالحمد لله عليها والله العظيم. فانا هنا كنت نفسيتي تعبانه الفتره الاخيره، فحاولت ان انا اجدد شويه في اليوم بتاعي واضيف حاجات جديده مش متعوده عليها عشان اخرج من المود. هتقولوا لي نفسيتك كانت تعبانه من ايه؟ هقول لكم بسبب الموضوع اللي هو كان منتشر على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، اللي هو بتاع يا حبيب قلب الاطفال والخمس حيوانات ولا الاربع حيوانات، مش هقول عليهم طبعا ناس او بني ادمين، دول مش بني ادمين، اللي هو بتاع المدرسه. بجد الموضوع كان مضايقني جدا جدا، وانا مش حابه ان انا اتكلم فيه اصلا عشان ما افتكروش تاني، عشان ما ازعلش تاني. بس بجد انا كانت نفسيتي متدمره من نوع اللي يا جماعه اي حاجه فيها اطفال انا بتاثر فيها. يعني انا مودي بيتقلب في ثانيه بسبب حاجه فيها اطفال، ودي مش طبيعتي وده مش انا في العاده. مش بتأثر قوي بأي مشكلة بتحصل حواليا أو حاجة، بس بجد المشكلة دي كانت صعبة جدا وما كنتش قادرة استحملها وما كنتش عارفة اتخطاها. أنا يعتبر تخطيتها كده، مش عارفة يعني يعتبر لسه ما تخطيتهاش 100%، بس بصراحة الموضوع بجد كان صعب ووحش. ربنا يا رب يعين الأطفال دي ويعين أهاليهم. انا والله ما كنتش حابه ان انا اتكلم فيه، ما كنتش حابه ان انا اجيب سيرته، بس بجد مفيش مش هتتاثر بموضوع زي ده. بجد مفيش مش هتتاثر بيه، ومفيش قلبها مش هيوجعها. فيا حبيب قلبي ربنا يا رب يخفف عنهم وجعهم ويشفي اهاليهم قبلهم، لان الاهالي هم اللي مذبوحين قبل الاطفال، لان الاطفال مش فاهمين حاجه مهما كان، على قد خوفهم وكده، بس برضو مش مستوعبين ايه اللي حصل معاهم. على قد الخوف، فاهميني؟ طبعا هيأثر على نفسيتهم وكل حاجة، بس الأهالي يا جماعة بجد هي اللي بتتذبح، بجد الأهالي هي اللي بتتذبح، لأن الأهالي هم اللي مدركين. يعني احنا في الطبيعي لو حد من أطفالنا وقع اتخبط حصل له أي حاجة، احنا بنعمل اللوم في نفسنا، وازاي أنا قصرت في كده وازاي، وتقعدي تجلدي في نفسك، ما بالك بقى الأمهات دي؟ يا رب يا رب يا رب يعينهم إن شاء الله يكونوا أفضل وياخدوا حقهم تالت ومتلت، مع إن أنا ضد ان هم ياخدوا حقهم حتى ب30 سنة سجن. السجن مش هيرجع لي حق الاطفال دي، لا. مش العدل، بجد العدل، احنا لو اتكلمنا في العدل السجن مش هيرجع حق الاطفال دي يا جماعة. الحيوان ده هيخش ياكل ويشرب ويعيش وينام طبيعي، وهيمارس حياته طبيعية، وبعد ما يخلص فترة عقوبته هيخرج ويعيش حياته عادي. فلا، هي مش بالسجن والله العظيم، بس مش عارفة اقول ايه. ربنا يا رب يرد لهم حقهم ويرضيهم ويرضي اهاليهم يا رب، وما يحط اي او اي اب في موضوع بخصوص العيال. دايما يا جماعه ادعوا لاطفالكم، خلي بالكم من الاطفال يا جماعه، ما تسيبوهمش لاي حد في الدنيا. ما تقوليش انا هسيب ابني هنا وهروح مشوار، انا هسيب بنتي هنا واروح مشوار. الدنيا ما عادش فيها امان، الناس بقت وحشه، وما عدتش تعرفي دلوقتي النفوس بقت ايه. اللي ظاهر قدامك غير اللي جوه. ممكن تشوفي في الشارع راجل طيب كبير غلبان قاعد على جنب، يا عيني تقولي يا عيني وصعبان عليكم، معرفش إيه. هو من جواه حقير، هو من جواه هو مش انسان، هو ذئب، هو حيوان، بس هو متخفف شكله الطيب، فاهماني؟
فما عدتوش تخاف، ما عدتوش تأمنوا، ما تأمنيش للناني بتاعة الحضانة، ما تأمنيش للمدرسة، ما تأمنيش لأي حد. ودايما دايما متصدرة كل الناس اللي ابنك بيتعامل معاهم او الدايرة اللي ابنك او بنتك محيطين بيهم. خليكي دايما متصدرة للناس دي ان انت موجودة. مفيش حاجة اسمها اصلا انا تعبانة مش فايقة لابني، اصلا انا ابني بيروح الحضانة النهاردة انا مش عارفة عنه حاجة، اصلا والله لو ما هتوديه احسن لي بالنسبة لي انا ما وديهوش احسن. بدل النهاردة انا ما عنديش طاقة ان انا اتابع ابني النهاردة او اعرف ايه اللي حصل، او ان انا عندي حتى ما عنديش مجهود ان انا اقعد اسأله طب انت عملت ايه، طب رحت فين، طب جيت منين، طب ما اعرفش ايه، خلاص مش هوديه النهارده. فاهميني؟ عارفه ان احنا كأمهات بنبقى مضغوطين زياده عن اللزوم، علينا ضغط كبير جدا جدا. فاليوم اللي انت تحسي فيه ان انت تعبانه مش هيبقى عندك طاقه ان انت تتابعي ابنك، ما توديهوش والله العظيم. ما توديهوش. خلي الموضوع كبير وخلي الموضوع في دماغك علشان ابنك ما يتعرضش لحاجه وحشه. الزمن بقى وحش والناس بقى قلبها غبي، وما عادش فيه دلوقتي مدرسين بتخاف على الاطفال. دايما الحته دي في دماغك، ما تامنيش مدرسه على ابنك، ما تامنيش حضانه على ابنك. طول ما ابنك لسه في المرحله الصغيره ديت خافي عليه، حطيه في وسط عينيكي، حطيه ما بين رموشك. انتوا متخيلين ان في بنت من الاطفال دول امها كانت متابعاها ومعرفاها كل حاجه ومتابعاها دايما وبتسالها دايما ومحافظه عليها وبرده البنت اتعرضت للموقف ده، وبرده البنت ما اتكلمتش لاخر لحظه، ومامتها استوعب منها الكلام او قعدت تشد منها الكلام لمده بتهيألي يومين او 3 لحد ما في الاخر البنت اتكلمت. يعني البنت كمان كانت خايفه ان هي تحكي برغم ان مامتها قعدت تحاول معاها ان هي تحكي، والبنت برضو خايفه ان هي تحكي. فانتوا متخيلين الوضع وصل لايه؟ فبجد حافظوا على ولادكم وخافوا عليهم. الناس بقى بتاعت اللي هو الحضانات بتربي والمدارس بيربوا والمدرسين لازم لها احترامها. المدرسة لها احترامها على عيني وعلى راسي، بس مش كل المدرسين. فاهميني؟ مفيش حاجة اسمها مدرسة تشخط في ابني، مفيش حاجة اسمها مدرسة تزعق لابني، مفيش حاجة اسمها مدرسة تقف تعلق على ابني تعليق سلبي، مفيش حاجة اسمها مدرسة تسمح ان زميل ابني يضربه وهي ما تاخدلوش حقه او ما تعاقبش الولد التاني او حتى ما تصالحهمش على بعض. ما تتهاونيش في حق بنتك او ابنك قدام اي حد في الدنيا، حتى الاهل حتى الصحاب. اي حد ابنك او بنتك محاطين بيه لازم تديله صورة ان انت موجودة في ظهر ابنك. لو نبشت نبشة انا هاخد حقي منك حتى لو انت مين. شوفي انا بقولك حتى لو هو مين، لازم تدي صورة كده علشان اللي حواليه يحترموه، عشان اللي حواليه يعرفوا ان الطفل ده هو لو اتخبط حتى اهله مش هيسكتهم، اهله هيتبهدلونا، فهيبداوا يخافوا على الطفل، هيتجنبوا من ان حد يخبطه، ان حد يعمله، ان حد. انا قبل كده حصل معايا موقف في حضانه، ابني وديته حضانه قبل كده، فطفل ضرب ابني. انا طبعا كنت متابعاه بكاميرا اونلاين في البيت، فانا شفت الموقف، ما كنتش شفته، كنت مسجله تسجيل الكاميرا ودخلت نمت تمام. فابني جالي اليوم ده قال لي يا ماما في طفل ضربني، وكان لسه صغنون يا قلبي. قال لي يا ماما في طفل اداني بالقلم. انا طبعا ما استوعبتش ان ممكن ده يحصل، فين المدرسه وفين وفين وفين. دخلت وشفت الفيديو وقررت ومعرفش ايه. فعلا الولد ادى لابني حته دين قلم، قسما بالله دخل في قلبنا. المدرسه رد فعلها ان هي راحت فصلت عنهم وبعدت الولد ده عن ابني، وابني فضل قاعد طول النهار خايف وزعلان ان المدرسه ما جابتلوش حقه حتى. تمام، يعني هي حتى المدرسه ما زعقتش للولد، ما عملتش فيه اي حاجه، هي قعدته في مكانه وقالت له بعد عنه بس. فطبعا انا شفت الموقف ده، دخلت طبعا بهدلت المديره بتاعه المدرسه وازاي ده يحصل، واديتها الفيديو ازاي ده يحصل مع ابني ومش عارفه ايه. والمدرسه لازم هي اللي تتحاسب مش الولد الصغير، المدرسه على رد فعلها. فاهميني؟ يوم لقيتها في الكاميرا واقفه مع واحده زميلتها في الكلاس مع حمزه كان نفس الولد برضو بيضايقه، ومش عارفه بيضايقه بتهيألي في اللانش بوكس او حاجه. فبعدتهم عن بعض وقامت مقيماهم من جنب بعض، وقامت واقفه بتتكلم مع المدرسه التانية وبتشاور على الكاميرا وبتشاور على حمزه ابني، فيما معنى الكلام اللي انا فهمته يعني ان مامته متابعاه وبتصوره وبعته لقطه امبارح بكذا كذا كذا، ومش عاجبها رد فعلي علشان هو خبطها. يعني كمان الاستاذه مش عاجبها، بس عادي ما يفرقليش، هي ما تلزمنيش اصلا. المهم ان انا اجبرتك ان انتي تحافظي على ابني وتخافي عليه وتحطيه قدام عينيكي، عشان في الاخر انت اللي هتتحاسبي.
ده اللي أنا باقول لكم عليه، لمّا تدّي لابنِك أو بنتِك اهتمام للناس اللي حواليه غصب عنهم هيخافوا عليه وهيحموه علشان خاطر ما يتأذوش. هي واحدة زي ديّة هتخاف إن هي تتأذى، إن هي تترفد من شغلها، فاهماني؟ الحضانة هتخاف على اسمها، الحضانة هتخاف على سمعتها، فبالتالي هيعملوا ما دام في غلط في الحضانة، الحضانة هتبدأ تدّي إنذار للمدرسة لازم تخافي على الطفل، الغلط ده أنا مش عايزاه ييجي يتكرر تاني، أنا مش عايزة ولي أمر تاني ييجي يشتكي لي منِّك أو ييجي يشتكي لي من مشكلة زي دي تحصل تاني. فده اللي أنا باتكلم فيه، إنِّك ما تتغافليش عن الحاجات الصغيرة دي، لإن الحاجات الصغيرة بعد كده هي اللي بتعمل مواقف كبيرة. للناس اللي بتتعامل مع ولادِك حدود في التعامل، ويا رب يبارك فيهم ويحميهم ويحفظهم ويحرسهم يا رب. وهنا خلاص يا حبايبي الفيديو خلص، أشوفكم الفيديو